تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصتي فيسبوك وإكس صورة زعم ناشرها أنها تظهر تحطم الطائرة الموريتانية، وكان على متنها 220 حجا خلال رحلتها إلى مكة المكرمة، الأمر الذي نتج عن وفاة جميع ركابها. وجاء تعليق مصاحب للصورة: تحطم طائرة حجاج موريتانية قرب البحر الأحمر، الحادث المأساوي حيث استشهد 220 حجا على متنها. هذه المأساة هي مصدر حزن كبير للأمة الإسلامية كلها، كانوا جميعا ضيوف على الله الذين كانوا في طريقهم لزيارة الكعبة المشرفة. ردت السلطات الموريتانية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول سقوط طائرة نقل حجاج موريتانيين في البحر الأحمر قرب الحدود الإقليمية المصرية، نافية حدوث تلك الواقعة بأي حال من الأحوال. وأثارت شائعة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط الطائرة الموريتانية تقل حجاجا موريتانيين في البحر الأحمر، حالة من القلق بين المواطنين قبل أن تتدخل الجهات الرسمية لتوضيح الحقيقة. وقال المسؤول الموريتاني: حجاجنا سالمون ووصلوا البلاد المقدسة بخير، في محاولة لتهدئة المخاوف ووضع حد المعلومات المغلوطة. ومن جانبها أصدرت شركة الموريتانية طيران بيانا رسميا أكدت فيه أن أخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج الموريتانيين الذين سافروا إلى مكة المكرمة وصلوا بأمان. وأوضحت الشركة أنها نظمت 3 رحلات جوية لنقل الحجاج في أيام 23 و24 و25 مايو الجاري، وفقا لخطة محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما حددت الشركة مواعيد رحلات العودة في 12 و13 و14 يونيو القادم، مؤكدا التزامها بالجدول المعتمد. وأعربت الموريتانية الطيران عن استيائها عن انتشار الشائعات، داعية الجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. وأكدت الشركة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الجهات التي تروج الأخبار الكاذبة تمس أمن وسلامة المسافرين أو تسيء إلى